اعتياديه مثل ما نحن تعودنا واشرح وكذا، لا، انا حابه انه انتم تشاركوني في موضوع معارضه العنف ضد المراه والعنف الممارس ضد المراه. تعرفوا انه بهذا الكم الهائل من الحضور لازم نتحاور، يعني اعتبروها جلسه حوار، مو اي اجتماع اعتيادي نيجي نحضر ونسمع ونروح. يعني جلسه حواريه نتناقش عن العنف، شو هو العنف، ليش العنف، رغم انه في كثير من العمل والنضال، ولكن عم نشوف انه العنف كمان من ناحيه اخرى عم يزداد. فمع بعض يعني نشوف وجهات النظر، نستقبل كمان ارائكم ومداخلاتكم، شو هي ارائكم بخصوص العنف، مين المسؤول عن العنف، شو اسبابه، كيف بدنا نعالج هذا العنف اللي فعلا صار ظاهره خطيره بمجتمعاتنا. ولكن بالبدايه اسمحوا لي بهذه المناسبه، طبعا مناسبه مناهضه العنف ضد المراه اللي بيصادف كل 25/11 من كل عام، نحيي كل الجهود المبذوله واللي عم تبذل من اجل القضاء على العنف في المجتمعات ومن اجل انصاف حقوق المراه في كل بقعه من العالم. طبعا بالبدايه يعني حضورنا الكريم، طبعا العنف غني عن التعريف، يعني لما نقول عنف يعني كل فعل او كل عمل قائم على العنف وموجه ضد المراه وبيسبب ضرر نفسي ومعنوي وجسدي كبير للمراه، يعني صارت نتائجه جدا خطيره على المراه وعلى المجتمع. طبعا هذا العنف يعني في عنف مجتمعي، في عنف اسروي، في عنف طبعا سياسي، له انواع متعدده، ولكن الهدف الاساسي من العنف هو اخضاع المراه في المجتمع، للمجتمع، اخضاعها بشكل عام للمجتمعات او بعلاقات خاصه. يعني في نوعين من الخضوع، المجتمع تحاول اخضاع المراه للمجتمع، وفي كمان باطار العلاقات الشخصيه او العلاقات الخاصه كمان اخضاع المراه. فهدف العنف بشكل عام هو اخضاع المراه للمجتمع. طبعا يعني العنف له اسباب عديده، يعني اذا بدنا نجي مثلا عنف بشكل عام موجوده بكل العالم، يعني هي ظاهره عالميه وبدنا نحط خطين تحت عالميه. يعني هذا العنف هو بيعبر الحدود، يعني ما في نقول والله منطقه فيها عنف منطقه لا، او دوله فيها عنف ودوله لا، عنف صار يعني هي موجوده في كل دول العالم، سواء كانت هذه الدول متقدمه او غير متقدمه، لانه بصريح العباره يعني هي اسبابها الاساسيه او سبب رئيسي هي في الذهنيه الموجوده. تعرفوا المجتمعات كلها مبنيه على الذهنيه الذكوريه او مبنيه على الذهنيه الابويه، اللي دائما هي هالذهنيه بتشوف انه الرجل هو اعلى قدر في المجتمع، الرجل هو له المكانه العليا في المجتمع والمستوى الاجتماعي المميز، والمراه هي اقل شأنا من الرجل. فهي الذهنيه موجوده بكل المجتمعات، سواء كانت غربيه او سواء كانت مجتمع شرق اوسط. العنف الجماعي يصير انه مو بس على المراه، يوم المراه تتعنف الاطفال كمان عم يتعنفوا بنفس الوقت، والاب كمان بصير عنده اخلاق لا اراديه من العنف ضد المراه في العائله. فهون لازم العائله هي اللي تكون متعاونه اللي تتخلص من هذا العنف. بالنسبه لتحرير المراه، رفاق بس صوت رفاق، الرفيق عم يحكي. رفاق بعد اسمعوا صوته. تم حرق 152 امراه داخل السجون الامريكيه اذا تتذكر. صارت مناهضه بسنه 1957 لتحرير المراه، وتحررت المراه هناك التاريخ، ونحن ماشيين كمان على منهج القائد عبد الله وجلاله. طبعا الفضل الكبير كله لقيادتنا القائد ابو. بفضل القائد ابو صار في عندنا حقوق ذاتيه للامراه نسبه 50%.